الو. الو رمانه فين هو برطال؟ خالته شكرا بزاف حيت طلعتيني. علاش مسميه راسك رمانه حيت كتعجبني رمانه. وبرطال؟ هو اللي مزوجه بيه. هذا كيسمع كلمك ما يرضاش. لا لا ما يسمعنيش. خالتي شكرا بزاف هذا حيت طلعتيني، الله يحفظك الله يسهل عليك. مرحبا الغزاله ديالي. عافاك خالتي، انا غادي نختصر لك بالزربه باش ما نضيعش لك وقتك بزاف. لا انا ما نضيعش وقت، انا مقردغ عليكم اللي الله يرحم لك الوالدين. شوفي انا خالتي ما لاعبه ما والو، ما رابحه والو، عام واخا. مقرده. اقسم شوفي بالله الدريات راه حب الناس ما كيتباع ما كيتشرى، راه والله العظيم سيروا سولوا. راه الله التيك توك الدريات الا ما درتيش الاشهار ما كتربحي حتى اورو، راه عام مقرده وصافي. كملي يا الله بنتي. يسهل الله يسهل عليك خالتي. شوفي انا مزوجه عامين هادي ياك. اييه. والمشكل دابا انا راجلي باش نجيك صراحه، راجلي انا كنحماق عليه وتزوجنا زعما عن حب. والصراحه من واحد الناحيه فيه بزاف د الحوايج زوينين ما نكذبش، ولكن المشكل اللي عندي معاه هو مشكل ديال التليفون ديالو. تخيلي معايا من نهار تزوجنا كان الشرط الوحيد ديالو هو ان تليفونه عمرني ما نقرب ليه وما نقيسوش نهائيا. انا من ديك الساعات في الوقيته حيت كنت كنبغيه واللهفه ديال الزواج وافقت، قلت له اوكي ماشي مشكل. ملي تزوجنا تخيلي معايا واحد الانسان كيفيق من النعاس كيبغي يمشي يدوش، كيدي معاه التليفون ديالو للدوش، كيدوش بالتليفون، كيخرج يبغي يصلي كيحط التليفون قبلت القبله ديالو، كيحط التليفون حتى الصلايه. فاش كيبغي ينعس كيحطو تحت راسو، فاش كيبغي ياكل كيحطو تحت الطبله. داك التليفون ما كتقربيش له نهائيا. ما خليت بقيت كنرد البال هادشي تقريبا عام. وانا ما نكذبش عليك بدا كيدخلني الشك والوسواس. صافي وبديت كنتخاصم انا ماشي تخاصمنا، بديت معاه في الاول سولته قلت له فلان علاش كتصرف بهذه الطريقه؟ قال لي تليفوني ما تقربيش ليه. قلت له ولكن علاش؟ قال لي خصوصياتي. قلت له ولكن من بين المراه والراجل ما كاينينش خصوصيات، علاش انا كنخبي عليك تليفوني؟ قال لي لا انا شي شرطت عليك نهار الاول. قلت له ولكن انا راه شرطي عليا، انا متفقه معك ولكن غير حط تليفونك ما تدخلنيش الشك، ما تخلينيش انني نتوسوس معاه، خلي تليفونك والعيب والعار عليا لا هزيتو. ايوا وصافي تخاصمنا، قلتها هانتي قلتها له بالادب ما قبلش. قلت له انا غير حيد التصرفات ديالك اللي كدير وحتى انا ما نشوف منها غير الخير. والو ما قبلش، ما خليت مع خالته حتى شي طريقه ما نفعت مع هذا الراجل. صافي داز العام الاول كامل بحال هكذا. دخلنا في العام الثاني. في العام الثاني نفس المشكل. بقيت معاه عاوتاني كنتخاصموا على التليفون كنتخاصموا حتى وصلنا المشكل لفراقه خالته. قال لي الا ما قبلتي صافي جمعي حوايجك وصافي سيري بحالك لداركم. انا راه قلت لك تليفوني ما تقربيلوش. فهمتيني خالتي؟ فهمتك. وتخيلي معايا صافي وجيت عنده قلت له شوف فلان اجي انا بغيت غير نناقش معاك واحد الموضوع. قال لي واخا. قلت له شوف انا ما باغا حتى شي حاجه، انا بغيت غير نعرفك. قلت له بغيت غير نعرف علاش التليفون ديالك ما بغيتيش نقرب ليه. صافي ما عطاني حتى شي جواب مقنع، كيقول لي لا الخدمه وما بغيتك تقربي ليه وصافي، ولا تصيفط ليا شي وحده وتفهميها غلط. قلت له انا راه ماشي مكلخه لهاد الدرجه غتصيفط ليا شي وحده ونفهمها غلط، راه غنسولك. وتخيلي معايا واحد النهار خليته حتى مشى دوش، وانا الكود كنت حفظته غير بهذا الفقيس اللي دار فيا حفظت الكود. مشى دخل يدوش واحد النهار ومشيت كنجري التليفون. عرفتي من قوه الخلع اللي فيا كنهز التليفون وايديا كيترعدوا وخايفه يحصلني. ايوا مشيت قلبت له التليفون ديالو، كنلقى عنده واحد السيده كيهضر معاها. ما يمكنش خالتي على واحد الصدمه شداتني. راه صافي كنت غنحماق، وانا اصلا من طبعي انا عصبيه بزاف باش نجيك الصراحه. خرج من الدوش صافي درت كنقول لا شنو ندير شنو ما ندير. انا ما كذبش عليك انا كنتشاور مع ماما في كل شيء، حيت خصوصا فهاد ماما من داك النوع اللي كتنصحني وما كتجي من جهه لا من جهه بنتها ولا من جهه نسيبها، كتجي من جهه الحق. قالت لي شوفي يا بنتي راه هاد التصرف بعدا اللي درتي قالت لي غلط، ما كانش خاصك تقلبي له التليفون دابا جاوبيني، ثاني. ما تقوليش لي شوفي، عمركم في حياتكم ما تطلعوا تطلبوا شي راي وتقول لي شنو قالت لك امك. انا ما خصني نعرف حتى شي واحد شنو قال لك، انا بغيت نقول لك من عندي، انا ما نقولش من امك. انا اه نقلتيني دابا غنعود نقول لك انا بحال امك. صافي واخا قولي انا لي نقول نجيب لك على دراعي انا. فهمتي؟ واخا نكمل لك. ايوا صافي قلت لك تخاصمت معايا ماما صافي داك الموضوع سديته. انا بقيت معاه واحد النهار وانا نتعصب بزاف. قلت له شوف غتفتح التليفون دابا قدامي ونهرس الدار كامله. قال لي هرسيها. قلت له كيتحاب لك كنكذب والله حتى نهرسها. وانا نبدا كانت حدايا واحد الصينيه فيها الماعن وانا نهزها ونقلبها مع الحيط.
ضرب ديك الثانيه مع الحيط، غير شافني درت بحال هكاك هو يجي جا هو يشد لي يدي قال لي صافي غير وقفي. شوفي انا نجيك صراحه التليفون ما بغيتش نعطيك تقلبيه، الا شفتي غتشوفي شي حاجه ما غتعجبكش، وانا كنبغيك وانا ما بغيتش نتفرق انا وياك، وعافاك ما تشتيش لينا الشمل صافي. بحال قلتي صافي طلب مني السماحه، ومع قلت لك انا اصلا كنبغي صافي، ما عندكش اللي سمعت، طبطبت على قلبي وكملتها وسكت، قلت صافي راه عفا الله عما سلف، الانسان راه غيتوب صافي. كنتسنى من السيد رجع لطبيعته. ايوا تخيلي معايا دابا من ديك الساعات، دابا تقريبا عاوتاني 8 شهور من مورا ديك الواقعه، بقى لدابا نفس المشكل نفس الحاجه. والبارح جيت لدارنا عند ماما، انا ساكنه في مدينه وماما في مدينه اخرى، مشيت لعند ماما البارح وصلت. تخيلي معايا كيطلع ليا في الفيسبوك ديالو ان كاينه واحد البنت كاينه عنده في الفيسبوك، والمشكله ديك البنت صاحبتها هي صاحبتي. اذا غير حطني في واحد الموقف خايب، صيفط له ميساج بحال هكا قسما بالله، كتبت له شوف فلان الله يجازيك بالخير ويرحم لك الوالدين، ما تحطنيش في شي موقف خايب مع العيالات اللي غنكون جالسه في شي مجلس وغادي تدور الهضره عليك، وفي الاخر شنو نقول لهم هذاك راه راجلي. ايوا قرا داك الميساج كتب ليا واش ما غاديش نتهنى من غيرك حتى وانت مسافره. عرفتي خالتي تبلوكيت ما بقيت عرفت ما ندير، وصونيت عليه صافي ما بقاش كيهضر معايا، وتخاصمنا على هذا الموضوع صافي. هادشي اللي كاين خالتي. شحال عنده هو من عام وشحال عندك انت من عام؟ انا عندي 25 وهو عنده 37. نقول لك واحد الحاجه رمانه، اها الراجل فاش كيتزوج كيبغي الاستقرار، كيبغي الاستمراريه، كيبغي يدير الاولاد. راه تقدر تكون عنده مادام عنده 37 عام، راه خداك حتى كبر تبارك الله. خداك ملي كانت عنده 35 عام راه كان راجل ناضج. راه كاين اي واحد عنده الماضي ديالو. هو دابا معاك ولدتي معاه ولا باقا؟ لا ما جابش الله. ماشي ما جابش الله، يلا عامين ان شاء الله ما يكون غير خير. لا حد زعما أي كاين راجل، سبب داكشي علاش قلت ما جابش الله. شنو السبب؟ شنو هو السبب؟ كاين واحد المشكل اللي بيناتنا، داكشي علاش ما جابش الله. نتمنى خير ان شاء الله. ها انت زدتي عطيتيني شكوكات اخرى. لا حيت ما فهمتينيش شنو بغيت نقصد لك زعما، حيت بلاتي كاين واحد المشكل في الصحه بالنسبه لي انا وياه، فهمتي داكشي علاش مازال ما كتبش الله وليدات. المشكل عندك انت ولا هو؟ لا ماشي عندي انا، عنده هو. غير نقول لك واحد الحاجه، هبش جبد حنش. هاد السيد ضروري كانت عنده شي علاقه مع شي وحده وما كتبش وما تزوجوش. اها يقدر يكون خداك هو باش يكون اسره يولد ولادو بلا ما تحكي على الضبره. عندك جوج حلول، يا طلقي منه لانه مثلا ماشي لو جونغ ديالو ما كيبغيكش واخدك غير باش يدير الاولاد، ولا خليه بشويه بشويه ينسى ديك الحياه الاولى ديالو، حيت عنده دوبل في. هاد السيد عنده دوبل في، هاد السيد عنده دوبل كيفاش؟ فيدا، عنده دوبل فيدا، عنده جوج ديال، عنده الحياه ديالو هو مرتو ليا انت، اها وباقي كيشاطي مع شي وحده اللي ما كتابوش هو وياها، اللي الظروف فارقاتهم. واش فهمتيني؟ اما بتقولي كان غير عليه هو راه مدوز. هو راه ولكن مدوز، خالتي هو راه مدوز، راه فايت عنده علاقات وباقي كيشاطي مع شي وحده كان كيبغيها. يا ديري ولادك وتركني وتاكلي وتشربي وتعيشي حياتك نورمال، وما تبقايش تخربشي في التليفون. قالك ولا تجسسوا، لان الا جينا كنا نشوفوا التليفونات غنتصدموا. ولكن خالتي واحد السؤال عافاك، انت خالتي سولتيني انا كنجاوبك بشويه بشويه، انا كنجاوبك دابا. واخ خليني نجاوبك بعدا على الاسئله ديالك. يا تقلبي تجبدي حنش، هو مادام تزوج بيك بغى ينسى الماضي، ولكن راه بشويه بشويه. راه انا كنعرف شحال من دري كيتسطى على شي وحده وما استطاعوش يتزوجوا. اذا اش كيدير؟ كيمشي كياخذ واحد الدريه صغيره عندها 25 ولا 26 عام، كيقول ندير ولادي. هادشي اللي كيقول، هادشي اللي كيدير. اما هو عنده دوبل في، راه عنده الحياه مزدوجه، عنده معاك ومعاها. واش فهماني ولا لا؟ اما فهمت. انا بحالك، انا بحالك، انا ما نقلبش التليفون ديال الراجل، ولكن الراجل نشوفه، راه قلت لكم واحد النهار التليفون حاضي معاه وكيصلي كيدي معاه، والدوش يشعل عني الموسيقى في الدوش يخليه معاه، وما يخلينيش ندور له من جهه التليفون. اذا شي حاجه كاينه. بلا ما تقولي لي كان غير عليه. لا دابا رايحه مع الراجل ديري ولادك. ولكن خالتي دابا انت فهمتي واحد النقطه غلط، قلتي لي عنده شي وحده يمكن كان من قبل كيبغيها. انا راه ماشي المشكل عندي غير مع السيده، راه تخيلي معايا راه كنلقى بنات هما ماشي غير بنت، بنات ولو كيكونوا بنات. سمعي يا بنتي، ولو كيكونوا بنات هما، هو غتكون عنده شي وحده اللي هي فيكس، اللي هي فيخه.
كتكون شي وحده اللي هي فيخا عليها كيضرك التليفون. واش الراجل واش من خداك؟ المعمول؟ اذا هذا الراجل هذا من الاول غتقبلي بان هذا الراجل عندك جوج حلول، يا تطلقي يا تقبلي بان راجلك زواني وعنده مع العيالات. والمنطق شنو كيقول خالتي؟ المنطق الا جينا نهضروا على المنطق كاع ما نكونوا حيين. المنطق راه كيقول بزاف د الحوايج، حنا الا جينا نعيشوا بالفلسفه والمنطق راه ما نطفروش في حياتنا. ولكن خالتي واش الزواج هو؟ بلاتي عافاك، احنا ما كنهضروش على الزواج، كنهضروا على لوكا ديالك. ولكن خالتي دابا هانتي انا وياه مزوجين، وانا محترمه راسي وصاينه في غياب ومخليه ما نهضروا على المنطق، نهضروا على المنطق، نهضروا على المنطق. المنطق هو من الاول الحياه الزوجيه كيكون كلشي اون كومين، كيكون كلشي مختلط. انت هو انا وانا هو انت. ملي شرط عليك وكنتي زربانه غتزوجي اصلا باينه هو لاعب العشره في الزواج، لان شرط عليك ما تقربيش للتليفوني. قلتي له علاش قبلتي بهذا الشرط هذا؟ باش تعرفي في الاول بلاتي عافاك. ونهضروا على المنطق، نهضروا على المنطق. ياك بغيتي المنطق منطقيا الراجل اللي غيجي ياخذني ويبدا يشرط عليا عندك تقربي لتليفوني، لو كانت عندك انت شي منطق في المخ ديالك وكنتي منطقيه غادي تقولوا علاش الشريف ما بقاش التليفون. ياك غتكون راجلي، حاجتي هي حاجتك وحاجتك هي حاجتي. انتوما غير باش تزوجوا كتقبلوا على جميع الاختيارات اللي كيخطروكم. هو شرط عليك وفرض عليك التليفون ما يتقاش، قلتي له واخا. هذا هو المنطق. ما عجبكش هذا المنطق؟ ملي قال لك الشريفه تليفوني ما تقربيش له، قول له لا الشريف انا مرتك وتليفونك غتحطو نخربق فيه كي بغيت وانت خربق في ديالي كي بغيت. هذا هو المنطق. ننطلق من المنطق. اما انت ما كنتيش منطقيه في الزواج ديالك، انت كنتي باغا غتزوجي، قالك ما تقربيش تليفوني قلتي له واخا. هو صافي يلاه عيشي حياتك بلا منطق، حيت الا جيتي تطبقي المنطق غتطلقي. انا ما عنديش مشكله خالتي بالنسبه للطلاق. لو كان ما عندك الا انا بنيت شوف. لا سمحي لي، لا خالتي لا سمحي انا لي. نقول لك لا انا اللي نقول لك، انت كتناقضي في الهضره بزاف. وكان ما عندكش المشكل ديال الطلاق بلا ما نهرس عليه حوايج ولا كذا وكذا. انا انسانه واعيه ومنطقيه، لقيت السيد كيعبد التليفون وما كيخليهش حتى في شي قنت، غادي نهز حوايجي وغادي نزيد معززه مكرمه. المنطق هو اللي قالوا لك، هو قال لك ما عجبكش الحال طلقي، جاك نيشان من الاخر. ولكن زعما راه بغينا الحلول دابا، حيت شنو كنقولوا ما يمكنش واحد الانسان غلط واحد الغلط ونبغي بنتي كنمشي على هضرتك. راه انت قلتي لي انا ما عنديش مشكل في الطلاق، حيت انت قلتي ما عنديش مشكل في الطلاق انا عطيتك الحل. ملي ما عندكش مشكل في الطلاق لقاي الحل لحياتك. بصح وراه قلت لك زعما انا كنقول ربما نلقى معاه الحل، ربما الانسان غير ما يكونش عارف نقدر انا نعاونو. ولكن ملي كنشوف واحد الانسان متشبت بالقرار ديالو فعلا هو كيبقى الاخر قرار هو الطلاق. سمعيني، هو عارف شنو كيدير، هو ما مستعدش المعاونه اللي كتقولي نعاونو. عاوني على راسك، انت راه ما عندك ما تعاوني فيها راسك، تعاوني راسك انت اللي محتاجه المساعده ماشي هو. هو عايش مرتاح، جابك للدار ديري الاولاد وهو زواني كيمشي مع البنات. راه عاودت لك كاين جوج حلول، يا الا كنت منطقيه وما كنتقبلش هذا الشيء غنطلق، يا غادي تقولي انا جيت باش ندير ولادي واحد النهار غيشبع وغيقنع السيد عندي زهواني. عندك جوج حلول. اما الهضره بزاف ما عندك ما ديري بها. لا انا المنطق وكذا كاع اللي كيهضر بزاف وكيبغي يشعر هو اللي ما نطفروش في حياته. راه المنطق هو برافو عليك من الاخر. في الاول شرط عليك، حنا كنكونوا باغيين نتزوجوا. شتي الا قالوا لنا ما ناكلوش التفاح ما كناكلوش التفاح. السيد قال لك ما تقربيش ليا التليفون، شرطها عليك من النهار الاول عارف راسك زهواني. ديك الساعه كان عندك الحق تقولي عندك الحق بالقبول او الرفض. انت ملي قبلتي ما تقيسيش له تليفونه. راه نتوما درتوا واحد الاكتو بيناتكم، واحد لاكت درتوا بيناتكم، واحد المعاهده بحال المعاهده. قال لك انا غناخذك بشرط تليفوني ما تدوريش منه. راه انت اللي ما احتفظتيش على الشرط، باغا تقلبي التليفون، باغا تبجعري فيه باش تجبد حنش. السيد من النهار الاول قال لك ما تقربيش ليا تليفوني. كيبات في محالو، كيبات كيصرف على دارو، كيصرف. ايوا صافي اختي. في الاول قال لك ما تقيسيش ليا تليفوني، غمضي عينيك ديري عين شافت عين ما شافت، خلو منه التليفونو، خلو مع المواقع. الواقع راه هو انتيا. ياك بغيتي المنطق
المنطق راه الواقع هو انتيا. هذاك الشيء اللي في المواقع خليه في المواقع. لو كان جات اي امراه، لو كان جات اي امراه تطلق على تليفون راه حتى وحده ما تبقى مجوجه. ولكن خالتي عند بحر قلتي لي بالنسبه للحل راه انه راه شبعتيني، الانسان راه صافي لا شبعتيني عندنا، ولكن راه وهي الحل قالوا لي بدا وساليت معاك، راه ساليت معاك وهي الحل. ولكن شتي شديري سيري هرسي الدار على راجلك وسيري لمحكمه الاسره طلقي. انت اكيد انت من النوع ديال العيالات وكنتحداك قدام هاد الناس. راه غير باقي ما ولدتيش، شتي انت وكان ولدتي راه قررتي في محكمه الاسره. اقسم بالله وكنقولها لك. علاش انتيا كتسناي غير تولدي، اقسم بالله على ما قررتيه في محكمه الاسره. دابا ملي ما كتكونوش والدين اش كديروا؟ كتبقاو تصبروا ويشاطيو ولا يقعد ياك خالتي طلاق اخر حاجه انا ما باغاش نطلق. وان فوا المراه كطلق كيوليو فيها 10. كتعرف الا مشات غضبانه لدارهم الراجل غيتبع التريكه ديالو اللي هي ولده ولا بنته. الا كان عندك شي حل اللي ديريه دابا. شكرا جزيلا وتحيه كبيره ليك. شحال من مراه، اما هو انا جاني صريح النهار الاول قال الشريفه انا غنتزوج بيك ولكن تليفوني ما تقربيش. وهذا هو الواقعيه والمنطق. كتبغيو تطبقوا المنطق. الراجل في الاول قال لك تليفوني ما تقربيش له، الا بغيتي نتزوج بك التليفون ديالي ما تقربيش له. ديك الساعه لو كان كنتي منطقيه اللي كتهضري على المنطق ماشي عاجي ودوي على المنطق، راه خصنا نكونوا منطقيين باش نطبقوا المنطق. علاه قلت لك ما نقدروش نتبعوا المنطق. كانت محتاجه للزواج وواقفه عليه، محتاجه الزواج. قالت له في الاول قول له لا الشريف مالك انا جايبني انا على الاولاد، انا راه مرتك وانا عندي نفس وانا عندي روح، انا كان غير انا الشريف بغيت نقلب التليفون ونعرف شنو فيه من الاول. اما انت قلتي له واخا ودابا باغا تقلبي يعني الوعد اللي عطيتيه ما يمكنش، ما يمكنش. خصك يا تنازلي يا تاخذي قرار بالانفصال. ماشي تسناي تولدي عاد تقرضي الراجل في محكمه الاسره اش قال ما قال راه غيتبع ولده ولا بنته، ما يقدرش يسمح في تريكته. شحال من وحده كديرها 12 عام وانا معاه وما كناش والدين، وهذا العام ولدت دابا راه انايا معاه في الطلاق. هو في الاول كنتي كتعرفي الظروف ديالو وعارفاه سكايري وعارفاه ما كيسواش وعارفاه قمار وعارفاه كنتي تاخدي لينيسياتيف في الاول، ماشي تسناي تولدي عاد تقرضي في محكمه الاسره. يعني انا امون نافي انا كنقول الراي ديالي